فيلمنا بيبدأ مع عيلة من أعرق وأغنى العائلات لحظة ما كانت السيدة جيسيكا بتولد أول بنت ليها في العيلة، وده لأن العيلة كانت مشهورة من قديم الأزل إنهم بيولدوا أولاد بس. واتولدت بنولبي وهي في عيلة عليها لعنة، وكان سبب اللعنة دي جدها الكبير رائف، واللي وقع في حب الخدامة بتاعته كلارا وكذب عليها وخلاها حامل ورفض انه يتجوزها، واتجوز واحدة تانية من عيلة غنية، وده اللي خلى كلارا تنتحر وتموت هي وطفلها. وفي ليلة انتحارها ظهرت ام كلارا واللي كانت معروفة بساحرة المدينة، والقت تعويذة على العيلة كلها وان اول بنت تولد ليهم هتتولد بوش خنزير، وجوازها هيبقى الحل الوحيد لكسر اللعنة. ومن الليلة دي عدى السنين، وكان من حظ نولبي ان كل المواليد اللي قبلها كانوا اولاد بس، وكانت هي اول بنت تولد من بعد لعنة الساحرة، عشان كده اتولدت بوش خنزير. وبتكبر بنولبي وبتحاول والدتها انها تخلي الشباب يقابلوها ويعترفوا لها بحبهم من ورا مراية من غير ما يشوفوها، لكنهم بمجرد ما بيشوفوا وشها بيهربوا من البيت وما بيرجعوش تاني. وطبعا حاولوا يعالجوا شكلها بعملية تجميل، لكن بيبقى مستحيل ازالته لانه بيشكل خطر كبير على بنولبي. ودايما امها كانت بتحاول انها تداري شكلها عن الناس وبالذات الصحفيين، وقبل كده بوظت عين صحفي بسبب انه حاول يصور صورة ليها وهي صغيرة، وما كانش قدام جيسيكا غير حل واحد وهي تزيف في موت بنتها قدام الصحافة عشان يسيبوها في حالها. وبعدها امرت بحرق تابوتها عشان محدش يحاول يحفر قبرها ويعرف ان التابوت فاضي. ومن بعدها اتعزلت بنولبي عن العالم الخارجي وفضلت محبوسة في بيتها طول عمرها، وكانت والدتها المسؤولة عن تعليمها واعدادها كعروسة للزوج المناسب. بمجرد ما تمت بنولبي 18 سنة حاولت امها تجوزها باي شكل، وجابت وندا اللي شغالة في وكالة المواعدة على امل انها تلاقي عريس يتقبل بنتها زي ما هي، بس لازم يكون من عيلة عريقة غنية زيهم. وكلهم بيهربوا اول ما لما بيشوفوها، وبيقبض عليهم جيك حارس القصر وبيخليهم يوقعوا الاول على عقد سرية لضمان سقوطهم، لحد لما بيجي يوم وبيقدرش جيك انه يمسك اخر عريس حاول يهرب وبيكون اسمه ادوارد. واول مكان بيروحوا ادوارد بعد هروبه هو اسم البوليس عشان يبلغ عن بنولبي، لكن هما بيشوفوه انه مجنون وبيتم حبسه اليوم لحد لما بيهدى. وبيوصل الخبر للصحافة وبيتقال على ادوارد انه بيعاني من انهيار عصبي وهلوسة، وبيتم اطلاق سراح ادوارد. وبيطلع على الصحفي اللي كتب الكلام ده وبيطلب منه انه ينفي الكلام اللي قاله عنه وانه ما كانش بيتوهم واللي شافه حقيقة، وبيطلب له امن الجريدة عشان يطردوه بره، لحد لما بيسمعوا صحفي اللي كان فقد عينه بسبب ام بنولبي وهو بيقول للامن ان ادوارد ده تبعه عشان يسيبوه ويتكلم معاه. وبيسمع حكايته وبيقول له انه مصدق قصته، لكنه هيحتاج صورة للبنت عشان يقدر يثبت صحة كلامه، وان الحل الوحيد انهم يدوروا على حد من عائلات كبيرة اللي تعرضت للافلاس وساعتها يقدروا يرشوه بالفلوس ويخلوه يدخل القصر. فبيقابلوا ماكس اللي ضيع فلوس عيلته في القمار، وبيقولوا له انه هيدوله 5000 دولار مقابل خطة بسيطة ما بينهم. وبتعمل جيسيكا تاني يوم مقابلة جماعية ل 12 عريس كنوع من تسريع زواج بنتها، وبيكون ليمون الصحفي اتفق مع ماكس يقابله تاني يوم قدام قصر بنولبي، وبيديله جاكيت فيه كاميرا تصوير عشان يصور البنت اول لما يشوفها. وبيدخل ماكس مع باقي العرسان وبتجمعهم بنولبي في اوضه واحده، وبتطلع عليهم بعد ما بيمضوا عقد السريه، وكلهم بيهربوا من الاوضه اول لما بيشوفوا شكلها ما عدا ماكس اللي بيكون مستخبي ورا كنبه وما بيشوفهاش. وبتتفاجئ بنولبي ان لسه في عريس موجود في الاوضه، وبتكلمه من المرايه وبتعرف انه ما هربش مع الباقي بسبب انه لسه ما شافهاش. وبتاخد بالها انه اخد كتاب في جيبه، وبتساله لو كان بيحب القرايه زيها، وبيقول لها انه اخد الكتاب لانه مكتوب عليه الطبعه الاولى وتوقع انه هيبقى غالي لو باعه. وبتفهم بنولبي ان ماكس كان بيسرقها وانه من محب الفلوس، وبتقوله ان المكان مليان كتب نسخ اوليه وانه لو عايز يسرق منهم يسرق بس يستناها اول لما تمشي من ورا المرايه. وبتعمل نفسها مشيت وبيرجع فجاه على اساس انه هيلاقيها طلعت من ورا المرايه، وبيفضل باصص على المرايه وبتكون هي مراقباه لحد لما بيقرر انه يمشي. وبتساله هيرجع تاني بكره، فبيقول لها اكيد راجعلك، وبيسيب الكتاب اللي كان هيسرقه وبيمشي. وبيرجع تاني يوم وبياخد الجاكيت من ليمون وبيدخل القصر، وبيتكلموا من ورا المرايه وبيتكلموا عن هوايات كل واحد، وبيقول لها تخرج من القصر وتخرج معاه. وبتحاول انها تخمن الآلة الموسيقية اللي بيعزف عليها، وبتقول له انه يجرب يعزف على البيانو اللي جنبه، وبتعلمه يعزف عليه من هي ورا المرايه لحد لما بتطلع وبتقف جنبه. اول ما بيشوفها بيتخض لكنه ما بيهربش، وبيفضل باصص لها، وبتجري بنولبي من قدامه وهي بتعيط لان شكلها شبه الخنزير. بيطلع ماكس الليمون وبيقول له ان الكلام ادوارد ده كله كذب وانه مش هيصورها، ولكن جيسيكا بتطلع ورا ماكس عشان تلحقه عشان ما يمشيش، وبتلاقيه واقف مع ليمون وبتتاكد انه جاسوس، وبتحاول انها تجري وتقفل عليه الباب وبتمنعه من الدخول، ولكن ماكس بيكون اسرع منها وبيدخل القصر وبينادي على بنولبي وبيعتذر لها عن اللي عمله وانه مش قصده يضرها، وبتقول له ان ده مش شكلها الحقيقي وان حقيقتها هتبان لو اتجوزت،
وبترجاه يوافق يتجوزها على امل ان اللعنه تتفك، لكنه بيرفض يتجوزها. وبتطرده جيسيكا بره القصر، وبتفضل بنولبي تعيط لانها فقدت الامل ان حد ممكن يتجوزها، وبتقرر انها تهرب من القصر. وبتطلع مامتها تدور عليها، وبيكون ليمون مراقبها وبيفهم ان بنولبي هربت. وما بيقدرش ابو بنولبي يبلغ البوليس لان المفروض ان هي ماتت، ولو لقوها شكلها هينتشر في كل الجرايد. وبتبدا بنولبي تتمشى في المدينه وبتشوف الحاجات اللي ماكس فضل يحكي لها عليها، وبتتصل بوالدتها وبتودعها وبتقول لها انها مش هترجع البيت تاني. وبتقدر تحجز اوضه في فندق عن طريق كارت مامتها. وبيجي تاني يوم وبتلاقي جيسيكا ان ليمون عامل اعلان في الجورنال عشان اللي يقدر يصور بنولبي بصوره واحده مقابل $5000، وهو حاطط صوره من خيال ادوارد لان الوحيده اللي شافها. وبيضطر اهل بنولبي انهم يجيبوا محقق يساعدهم انهم يلاقوا بنتهم. فبتيجي جيسيكا تدفع له لكن ما بتلاقيش في المحفظه بتاعتها، وبتفهم ان بنولبي اخذت الكارت بتاعها، ومن خلال الفيزا بتاعتها بيقدروا يوصلوا لمكان الفندق اللي دفعت فيه بنولبي. وبتطلع اوضتها وبتهرب من سلم الحريق قبل ما اهلها يوصلوا. وبتتصل بليمون وبتقول له انها هتديله صورتها عشان ينشرها، وبتقابله على الجسر وبتديله صورها واللي بتنتشر تاني يوم في كل الجرايد بتاعه المدينه، لكن صورتها بتكون من غير انياب زي ما ادوارد كان بيقول. وبتروح للمكان اللي كان بيتكلم عنه ماكس معاها، وبتفضل قاعده هناك لاخر اليوم. وبتتعرف على واحده اسمها اني اللي بتاخدها في جوله بالموتوسيكل بتاعها، وبتعرفها على الشوارع والاماكن. وبتفضل بنولبي بعيد عن بيتها شهور واهلها بيدوروا عليها لحد لما بيشوفوها صدفه في الشارع وبيجروا وراها، وبتهرب منهم وبتدخل الحانه لصاحبتها اني، وبيغمى عليها من التعب وبيكون اهلها وراهم. وبتشوف اني شكل بنولبي الحقيقي، وبتصحى بنولبي على سريرها في مستشفى، والصحافه بتحاول تصور شكلها وبيستناها كلهم عند خروجها من المستشفى. وبتيجي اني عشان تاخدها، وبتبدا صورها تنتشر في كل المدينه، وبيعرفها حتى عمده المدينه، وبتقابله وبتبقى شخصيه عامه. ووالد ادوارد هيروح يعتذر لها ويطلب ايدها للجواز عشان يصلح اللي عمله فيها، وهيقول لها انه هيخطبها لادوارد وهي هتوافق. وبينزل خبرهم في الجورنال بتاع ليمون، وبيجي رئيس التحرير بيطلب من ليمون انه يعمل مقابله مع ماك لانه اتقبض عليه وموجود في السجن حاليا. وبيروح له في السجن لكن بيلاقي اللي محبوس هو صاحب ماكس اللي كان قاعد جنبه في ترابيزه الامور، وبيفهم انه اتفق مع واحد غلط. وبيعرف ان اللي راح له اسمه جوني مارتن، وبيروح ليمون مكان شغله وبيقابله، وبيقول لجوني ان بنولبي لو اتجوزت لعنتها هتتفك وان هي هتتجوز ادوارد لكنه شخص اناني وعايز فلوسها. وبيقول له انه لسه قادر يغير اللي هيحصل لو كان مش راضي عن جوازها. وبيجي يوم جوازها وبيروح ادوارد لجيسيكا وبيفهمها قصه ماكس، وان ماكس رفض يتجوزها لانه كان فاكر ان لعنتها هتتفك في حاله لو اتجوزت حد من عيله راقيه، عشان كده رفض يتجوزها وسابها ومشي. وبتسيبه جيسيكا وبتكمل تحضيرات الجواز. وبتحاول واندا تقنع جيسيكا سبب رفض ماكس انه يتجوز بلونبي، ولكن جيسيكا بترفض اي حاجه تتقال، والمهم الجواز ده يحصل بنجاح. وبيجي وقت الجواز وبيوافق ادوارد، وبنولبي بترفض الجواز منه وبتسيبه بتدخل قصرها، وبتقول لمامتها انها مش عايزه تتغير وانها متقبله شكلها زي ما هي. وفجاه بتدوخ وبيغمى عليها، وبتصحى وشكلها رجع طبيعي من تاني، وشكل الخنزير كان مختفي. وبتشوفها مامتها وما بتصدقش شكلها وان التعويذه واللعنه اتفكت اخيرا. وبتسيب بيتها وبتستقل بنفسها، وبيسيبهم جاك الحارس بتاعهم، وبيبان في الاخر ان هو الساحره اللي رمت اللعنه على العيله. وبتقدر بنولبي انها تشتغل مدرسه نباتات زي ما كانت بتتمنى. وبيجي الهالوين وبتلاقي ان الاطفال بقوا بياخدوا شخصيه بنولبي كشخصيه تنكر في العيد، لحد لما بتلاقي ظرف مبعوت لها من واندا فيه كل المعلومات بتاعت ماكس، وبتفهمها سبب رفض ماكس انه يتجوزها. وبتروح لماكس وبتكون لابسه قناع وش خنزير، وبيفتكر انها واحده تبع الحفله. وبتشوف انه بيلم حاجته، فبيقول لها انه هيسيب المدينه ويسافر مده لانه محتاج يبعد لحد لما يقدر ينسى واحده معينه كان بيحبها، وانه كان بيتمنى انه يديها اللي بتتمناه لكن ما قدرش. وبيطلب منها انها تقلع القناع بتاعها لانه بيفكروا بواحده. وبتلاقي بنولبي انه موجود عنده بيانو، وبتقول له انها كانت متاكده انه بيعرف يعزف، وبيقدر يعرف ان دي بنولبي. وبتقلع القناع وبيلاقي شكلها اتغير ورجع طبيعي، وبيعترف لها بحب وبيرجعوا تاني لبعض. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم الفيلم الجاي.